2008. فمأساته بعد الكارثة لا تختلف عن مأساة غيره من الأطفال الذين فقدوا بيتا يؤويهم وسقفا يمنع عنهم حرارة أشعة الشمس الحارقة، إلا أن مأساته تفوقهم بفقدانه حاسبه الآلي الذي كان أنس إبداعه ومستودع أعماله. صندوق الإعمار الذي بالغ في اتخاذ التسمية لم يصنع الكثير للبيوت التي تهدمت في قرية عبد الرحمن، فالآمال التي تعالت مع انطلاقة عمل الصندوق تبدو اليوم أحلاما يصعب تحقيقها، إلا على لوحات كتلك التي يرسمها عبد الرحمن علها أن تعيد الأمل في نفوس سكان قريته. لبرنامج اليوم السابع، يوسف باقيس، العقيق، قرية ساه، حضرموت. منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وأكثر من